السلام عليكم. عمرك حطيتي يدك على شي بريز ولقيتيه سخون؟ ولا فاش وقع لك هادشي متجاهلوش، حيت السخونية ممكن تكون علامة على مشكل في التوصيل الكهربائي. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم علاش البريز كيسخن، شنو الاسباب، شنو خصنا نديرو باش نتفاداو هاد الخطر. اول سبب هو الحمولة الكبيرة، مثلا الا ربطنا في البريز اجهزة كتستهلك الكهرباء بزاف بحال السخان، الميكرووند ولا شي جهاز قوي، التيار اللي كيدوز في الدائرة كيقدر يكون كبير. ومع الوقت الا كانت الدارة والتوصيلات مناسبينش لهاد الحمولة ممكن تبدا السخونية كتبان في البريز ولا في شي واحد من نقاط التوصيل. بمعنى اخر، كل ما تزادت الحمولة كيقدر يتزاد حتى التيار اللي كيدوز في الدائرة. والسبب الثاني مهم بزاف، التوصيل ما كيكونش مشدود مزيان. ملي كتكون الكونتاكت ضعيف ولا التوصيل مرخي كيكون واحد موفي كونتاكت، كتولي نقطة تلامس غير مثالية ماشي هي هاديك، وهاد النقطة كتقدر تولد السخونية. لهذا التوصيلات خاصها تكون راكبة ومشدودة مزيان بطريقة صحيحة، وخصوصا في النقاط اللي كيدوز فيها التيار. السبب الثالث بعض المرات تيكون هو البريز براسو. هذاك البريز مع الوقت الكونتاكت الداخلي ديالو كيقدر يضعف، والبريز كيقدر يتضرر من الاستعمال ومن الحرارة. الا لقيتي البريز سخون بزاف ولا بدا يتبدل لونو ولا بدا كيذوب ولا شميتي الريحه ديال الحريق، فهاد العلامات ما خصناش نتجاهلوها. نوقف الاستعمال ديالو، مابقاش نخدم به ونشوف شنو السبب قبل ما يكبر المشكل. وكاين سبب اخر اللي هو الكابل. كل دارة كهربائية خاصها الكابل ديالها، خاصها كابل مناسب لديك الحمولة ديالها على حساب السيكسيون ديال الكابل. طريقة التركيب والظروف ديال الاستعمال تا هما، يعني ما نقدروش نقولوا غير ركبنا الديجانكتور وصافي الدار محمية ولا الدائرة ولا الدار ديال لانستالاسيون ديال الدار محمية. خاصنا نشوفوا الكابلي والديجانكتور والحمولة يكونوا متوافقين مع بعضيات. ودابا السؤال المهم هو واش البريز سخون خطير. خاصنا نفرق ما بين واحد السخونية خفيفة وما بين السخونية غير طبيعية. الا كان البريز سخون بشكل واضح، يعني السخون ديال بصح، اولا كاينه الريحه ديال الحريق، ولا مثلا تغير اللون ديالو ولا بدا كيبان لك البلاستيك كيدوب، فانا ما خصناش نتجاهلوا هاد العلامات، حيت السخونيه الزايده تقدر تضر العزيل والتوصيلات، ومع استمرار المشكل ممكن تولي خطيره على الدار وعلى السلام. الحل ماشي دائما هو غير نبدلوا البريز، خصنا نعرفوا علاش سخن، واش الحموله كبيره، واش التوصيل مرخي، واش البريز عيان، واش الكابلي مناسب، ولا كاين شي مشكل اخر في الدائره. ومن بعد نعرفوا السبب كيدار الاصلاح المناسب. وواحد الخطا مهم بزاف خاصنا نتفاداوه، ما تبدلش الديجانكتور بواحد كبر منه غير باش ما يبقاش يطيح. الا كان الديجانكتور راه كيطيح، خصنا نعرفوا راه كاين شي مشكل، خصنا نعرفوا علاش كيطيح قبل ما نفكروا نبدلوه. حيت الديجانكتور اصلا الدور ديالو هو يحمي الدار من التيار الزائد، وتكبير الحمايه بلا دراسه كتخلي الكابلي ما يبقاش محمي بشكل صحيح. اذا لقيتي بريز كيسخن ما تجاهلوش، السبب ممكن يكون الحموله والتوصيلات، البريز، الكابلي، ولا شي مشكل اخر في الدار. والمهم هو نعرفوا السبب الحقيقي قبل ما نديروا اي تغيير. الا كانت السخونيه قويه او كانت الريحه ديال الحريق ولا الذوبان، كيف قلت لكم الافضل نقطع الضوء ونشوف الفحص الاصلاح شي واحد اللي مكلف بهاد المسائل، تقني مؤهل ولا شي معلم يكون حريف. وإلا وصلتي معنا حتى لهنا وعجبك النوع ديال المحتوى، تابع معنا القناه. انا راه كنحاول نشرح لكم الكهرباء بطريقه بسيطه وبطريقه تقنيه ومفهومه للجميع. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو. ديروا المتابعه وما تنساش تشترك في القناه باش توصلك الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.